هاي، عاملين ايه؟ معانا النهارده الكبده الاسكندراني، ومين فينا ما بيحبهاش؟ معانا بقى نص كيلو من الكبده البلدي متقطعه عصافير، فلفل رومي، فلفل حامي، 5 فصوص من الثوم، معلقه كبيره من الخل، نص ليمونه. التوابل بقى كمون، كزبره، ملح. هنحط الثوم عليهم وعليهم الخل. ولو عايزه بقى تعلي تست السبايسي شويه، عندك هريسه حطي معلقه. وهنقلبهم كويس مع بعض. انا هنا ما بزودش توابل بحيث ان الكبده طعمها ما يغيرش مني، انا عايزه طعمها الاصلي. وهقلبهم مع بعض وهنزل عليهم بالكبده واتبلها لمده 10 دقايق، وهسيب معلقه بقى منهم على جنب هنستخدمها دلوقتي. وهنجيب طاسه او حله، المهم تكون كبيره، وهنزل بالسمنه، معلقه سمنه وشويه زيت حلوين كده. وهنجيب بقى المعلقه اللي احنا كنا شايلينها على جنب وهنحطها، وهنحط معاها الفلفل الحامي وهنشوحهم مع بعض. وبعدين هنزل بالكبده وهنشوحه مع بعض لمدة 10 دقايق. منكترش عن 10 دقايق عشان الكبدة ما تشدش معانا. وبعدين بقى هنزل بالفلفل الرومي وهقلبهم لمدة دقيقتين، وبعد كده اقفل عليها. انا هنا كده حطيت الفلفل الرومي، هقفل عليها واغطيها زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نعمل الطحينة بقى. معانا 5 معالق كبار من الطحينة، كزبرة، كمون، ملح، رشة شطة. هنحط زيت، خل، وشوية من المية الدافية او السخنة، وهنقلبهم مع بعض. وهيبقى معاكي ان شاء الله احلى طحينة. وهنا بقى لما هنيجي نعمل السندوتشات، قبل ما نعملها رش رشة كده من الليمون على الكبدة. وعملت جنبهم شوية بطاطس. وده كده الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتوا شايفين كده. والطعم يعني حكاية في حتة تانية كده، وسهلة وبسيطة. وكان عندي جرجير كده قطعته حطيته في السندوتشات مع الطحينة، ويعني حاجة كده تحفة. وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.